بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في مسجد القدس بحي الصنوبر البحري بالجزائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المسلمون، كان موضوعنا الجمعة الماضية هو حديث عن أول ما يرفع من هذه الأمة، حديث عن الخشوع، عن الخشوع في الصلاة الذي هو لبها وروحها، الخشوع الذي محله القلب، والذي آثاره تظهر على الجوارح كلها. الخشوع كما عرفه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. هذا القيام لا يكون إلا على الطريقة المرضية، على الطريقة النبوية، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الخاشعين جميعا وإمامهم. وأصل الخشوع كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع الجوارح والأعضاء. وهذا يفسر الكلام السابق لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يظهر على الجوارح كلها، يظهر على الجوارح في سكونها وانقيادها لربها تبارك وتعالى،
وهذا في أفضل مواضعه وأجلها على الإطلاق، ألا وهو الخشوع في الصلاة. هذا الخشوع الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن جبير بن نفير عليه رحمة الله قال عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ يتعجب من هذا. فقال صلى الله عليه ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، أي فقدتك أمك يا زياد. وهذا يقال في حال التعجب من قول أو فعل أحد الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قول زياد، وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف فاته هذا الأمر؟ فقال: إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. قال: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ وجود القرآن بين الناس ليس هو الأساس، وإن كان من أعظم الأمور وأجلها، وخاصة في هذه الأمة التي تكفل الله عز وجل بحفظ كتابها. ولكن هذا القرآن إذا ما أخذه أهله على الوجه الصحيح واهتموا بتزيين مصاحفهم وحسن تحليتها وكتابتها والتفنن في أنواع طباعتها، حتى أنهم كتبوه بالذهب وحلوه بالأحجار الثمينة، زينوا به مكاتبهم. ولكن هل هذا هو المقصود من كلام الله تبارك وتعالى؟ كلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بين أيديهم فما تغني عنهم. قال جبير رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال، أي بالذي قاله أبو الدرداء يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال صدق، أي قال عبادة: صدق أبو الدرداء. ثم قال: إن شئت لأحدثك بأول علم يرفع عن الناس الخشوع، فلا يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا
محل الشاهد في قوله أن أول علم يرفع من الناس هو خشوعهم في صلاتهم، وهذا فيه دليل على أن العلم على الحقيقة هو علم القلوب، هو الخشوع الذي محله القلب. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب هو الذي يورث هذه المقامات ويحققها، هو الذي به تتحقق العبادات القلبية التي هي أعظم أنواع العبادات على الإطلاق. منها هذه العبادة العظيمة الجليلة الخشوع، الذي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بالله جل وعلا من قلب لا يخشع، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتعوذ بالله جل في علاه من القلب الذي لم يخشع لله تبارك وتعالى. هذا لنعلم أن القلوب إذا خشعت استقام حال أصحابها وأمرهم. هذا لنعلم أن حقيقة العلم هو ما تورثه هذه الأعمال التي محلها القلوب. لأجل هذا بين ربنا تبارك وتعالى أن أهل العلم على الحقيقة هم الذين خشعت قلوبهم قبل جوارحهم، هم الذين استقام أمرهم في هذا الباب. قال رب العزة والجلال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا العلم الذي أثمر هذه الثمرات المباركات إذا سمعوا كلام الله جل وعلا يتلى زاد إيمانهم، وإذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى يتلى خشعت قلوبهم. وبخشوع هذه القلوب تكون قيمة تلك الصلوات التي جعل الله تبارك وتعالى من فرائضها سماع كلام الله الذي هو من أعظم أسباب الخشوع فيها، من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة حسن تدبر كلام الله جل وعلا. وهذا لا يتأتى ولا يحصل لأصحابه إلا إذا تفهموا تلك المعاني وتدبروا فيها، خشعت قلوبهم بعد ذلك.
إن هذه العبادة الجليلة التي تعبد الله جل وعلا عباده بها، والتي جعلها لب هذه الصلاة وروحها، الخشوع لا يتحقق إلا بتلك الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك. ولما كان الخشوع محله القلب وهو أحد عباداتها، فإن من أعظم الأسباب وأولها صلاح هذه القلوب، صلاح هذه القلوب الذي لا يتحقق إلا بمعرفة الله جل وعلا أولا، حق المعرفة بمعرفة الله جل وعلا، بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه، بمعرفته بتلك النصوص التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، معرفا بها لخلقه، بتلك النصوص التي صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بالتعريف بالله جل وعلا، لأنه سيد العارفين به تبارك وتعالى. معرفة الله عز وجل هي الأساس في صلاح القلوب كلها. وكلما جهلت القلوب بارئها وخالقها، كلما كانت بعيدة عن الله، وكلما كانت كذلك كلما كانت قاسية مظلمة ميتة. وإذا كانت كذلك فإنها لا تخشع عند سماع قرآن، وإن تلي عليها من أوله إلى آخره. هذه المعرفة التي لأجلها كان علماء أهل السنة والجماعة يهتمون أول ما يهتمون به بتعريف الناس بخالقهم وبارئهم، بالتركيز على علم التوحيد أو علم العقيدة الذي عليه تبنى العلوم كلها، لأنه أشرفها وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. وقديما قيل شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان العلم بالله جل وعلا هو أول العلوم وأعظمها وأفضلها، وهو المحقق لهذه المعرفة التي بها صلاح القلوب، كان واجبا على المسلمين جميعا، علماؤهم وطلبتهم وعامتهم، أن يولوا هذا الأمر قدره واهتمامه، وأن يجتهدوا فيه في بثه ونشره، وفي تعلمه وتعليمه، في تربية الأبناء عليه، أن ينشئوا أبناءهم على معرفة ربهم تبارك وتعالى، وهذا أول الواجبات وأعظمها. صلاح القلوب كذلك لا يتحقق إلا بعلاج هذه القلوب، بعلاج قسوتها وبعلاج أمراضها. والقلوب قد تبتلى بمثل هذه الأمراض، قد تكون من أمراض الشبهات، وقد تكون من أمراض الشهوات، وكلاهما مفسدة للقلوب كلها. وأشدها وأخطرها أمراض الشبهات التي يلقيها أهل الأهواء والضلالة على الناس،
فيصدوهم عن سبيل الله. وبداية هذا الصد تكون بالقلوب قبل كل شيء، بما يحدثونه من الشك والريبة في قلوب العباد، تشكيكهم في عقيدتهم وتشكيكهم في توكلهم ويقينهم على ربهم تبارك وتعالى. ولهذا كان الأمر العظيم الذي كان علماؤنا وأئمتنا وما زالوا يحذرون الأمة من مجالسة أهل البدع والأهواء وسماع مقالاتهم والقراءة في كتبهم والنظر إلى أعمالهم كلها، لأن في هذا مفسدة عظيمة. وأية مفسدة للقلوب التي بصلاحها صلاح للأبدان وبفسادها فساد لكل شيء، مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإصلاح القلوب من أهم المهمات وأوجب الواجبات وآكدها إذا أراد العباد صلاحا لقلوبهم ليفوزوا بمرضات ربهم جل وعلا. صلاح القلوب كذلك لا يتحقق إلا بترك تلك الوساوس التي هي من صنيع الشيطان، وظيفته التي أخذ العهد عليها عند ربه تبارك وتعالى أنه سيضلهم عن سبيله بما يفعله من هذه الوساوس. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: الوسواس الخناس، أي الذي يوسوس للناس فيفسد عليهم دينهم ويشغلهم بمثل هذه الوساوس. ولا يبتلى بهذه الأمراض إلا من كان ضعيف الإيمان وضعيف العلم وضعيف العقل وضعيف التوكل على الله جل وعلا، لأن صاحب الإيمان يدفع هذه الوساوس عن قلبه، لأن صاحب العلم يدفع هذه الآفة عن قلبه بالعلم النافع. كلما جاءه الشيطان من باب من هذه الأبواب إلا سده عليه بالعلم النافع. إذا جاءه في وضوئه: غسلت أو لم تغسل، غسلت مرة أو مرتين، فإن لديه علما في هذا الأمر، وأن اليقين لا يزول بالشك، فيمضي في عبادته وطاعته لربه تبارك وتعالى. ولهذا وجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من هذه المداخل الخطيرة المفسدة لدين المرء، بل المفسدة لدينه والمذهب لعقله وإيمانه. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من مثل هذه المصائب كلها. من أعظم الأسباب كذلك إخوة الإيمان التي بها نحقق خشوعنا في صلاتنا الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، اتباعنا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل أصيل وأمر عظيم، قل من يتنبه له من المسلمين، غفلوا عنه وأهملوه فضيعوا صلاتهم، وبالتالي ضيعوا دينهم. وسنذكر لكم
بإذن الله تبارك وتعالى شيئا من هذه الآداب التي إذا سمع المسلم النداء للصلاة وهي أول مراحلها كيف يفعل وكيف يتصرف وكيف يكون محققا لهدي نبيه متبعا لسنته إلى أن يدخل في صلاته. فإذا هو حقق هذه السنن كلها وحافظ على هذه الآداب جميعها فإن الله تبارك وتعالى سيحقق له خشوعه في صلاته، لأن هذا من أعظم الأسباب الجالبة لهذا الخشوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلبا خاشعا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أمرنا وأمر المسلمين جميعا، أن يصلح أمر ولاة أمر المسلمين في جميع بلاد الإسلام، أن يوفقهم لما فيه صلاح دينهم وصلاح دنياهم، أن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى طاعته، إنه سميع مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، ومن أذنابهم من الشيعة الروافض الأخباث الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن ينصر أهل التوحيد في بلاد اليمن والعراق وفي بلاد الشام وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتديات التصفية والتربية السلفية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ